من عصابات ميانمار إلى طاحونة السامبا، نفس الفيلم مخرج مختلف. بسم الله سي المقاول، مازال كنحفروا في التحدي ديالك، وهاد المرة غنهزوا المستوى شوية. غنقارنوا بين جوج ديال القصص اللي كيبانوا بعاد على بعضياتهم، ولكن القلب ديالهم واحد. قصة عصابات ميانمار اللي كانت كتخطف الناس بسمية الخدمة، وقصة طاحونة السامبا ديال صاحبك الصفراوي. يلا نشوفوا كيفاش نفس الفيلم ممكن يتعاود بممثلين وديكورات مختلفة. أولاً، التشابه المريب. كيف يتم استدراج الضحية؟ في كلتا الحالتين العملية كتبدأ بنفس الطريقة، الوعد بالجنة. عصابة ميانمار كانت كتوعد الشباب بوظيفة الأحلام في جنوب شرق آسيا. خدم من مكتب مكيف ودخل آلاف الدولارات. الوعد كان هو الرفاهية المادية السريعة. طاحونة السامبا كانت كتوعد الشباب بالحرية المالية من قلب ديورهم في المغرب. خدم من دارك ودخل العاقة بالدولار. الوعد كان هو الحرية المالية السهلة. في الحالتين الطعم هو استغلال حلم الشباب بحياة أفضل والهروب من البطالة والظروف الصعبة. كيرسموا لك واحد الصورة وردية كتخليك تطفي عقلك وتخدم غير قلبك وأحلامك. ثانياً، الصدمة، اكتشاف الحقيقة المرة. ملي كتدخل الضحية سواء ميانمار أو الديسكورد ديال LBC، كتكتشف أن الجنة الموعودة ما هي إلا جحيم مقنع. ضحايا ميانمار كيلقاو راسهم ماشي موظفين بل عبيد رقميين، مجبرين يخدموا 18 ساعة في اليوم في عمليات النصب الإلكتروني على ضحايا آخرين. جوازات سفرهم كتحجز وكيوليو سجناء ديال واحد الوهم سميتو يمكن غدا تصدق. ضحايا طاحونة السامبا كيلقاو راسهم ماشي مدونين بل عمال سبام، مجبرين ينشروا 24 بوست في اليوم 7 أيام في السيمانة في واحد العمل روتيني وممل ما عنده حتى معنى. أحلامهم هي اللي كتحجز وكيوليو سجناء ديال واحد الوهم سميتو يمكن غدا تصدق. الفرق الوحيد في ميانمار الحجز مادي، في الطاحونة الحجز نفسي. الصفراوي كيحبسك بالوهم، بالتهديد المبطن إلا خرجتي راك فاشل، وبتقنية التكلفة الغارقة، يعني راه ضيعتي شهور وفلوس ما يمكنش تحبس دابا. ثالثاً، الفدية، ثمن التحرر. في كلتا الحالتين الخروج عنده ثمن. في ميانمار التحرر كيكون بفدية مادية كتدفعها العائلة ديالك. في طاحونة السامبا البروفيسور طور المفهوم، هو ما كيتسناش حتى تبغي تخرج عادي يطلب الفدية، هو كيطلبها من الأول. ديك $1000 اللي كتدفعها هي فدية الدخول أو ثمن شراء الحق في أنك تدور في الطاحونة. أنت كتخلص باش تدخل الحبس الوهمي ديالو. وهنا فين كاينة عبقرية البروفيسور ديالنا، هو ما سرقش غير فلوس الناس، هو سرق أغلى حاجة عندهم، أحلامهم. ملي كتسرق لشي واحد فلوسو ممكن يعاود يخدم ويجمعهم، ولكن ملي كتسرق لشي واحد حلم كان كيتيق فيه وكتخليه يشك في راسو ويحس بالفشل والغباء، راه كتكون قتلتي فيه شي حاجة كبيرة. كون غادا الفلوس وسكت، هو دا معاها أحلام الناس اللي كانوا خدامين بنية صادقة. رابعاً، الخلاصة والرسالة للضحايا. خاصكم تفهموا أنكم ماشي فاشلين، انتم كنتوا ضحايا ديال واحد العملية مدروسة ديال التلاعب النفسي، بحالكم بحال آلاف الضحايا ديال عمليات مشابهة في العالم. الخطأ ماشي فيكم، الخطأ في اللي استغل البراءة ديالكم والنية الصادقة ديالكم. للمجتمع، هاد القصص خاصها تكون درس لينا كاملين. خاصنا نعلم ولادنا وشبابنا أن ما كاينش شي حاجة سميتها الربح السريع والسهل. الطريق الوحيد للنجاح هو العمل الجاد، الصدق، وبناء شي حاجة حقيقية عندها قيمة. للمقاول العزيز نوفل، السي عزيز، هاد المقارنة مع ميانمار كتبان قاسية ياك، ولكن فاش كتفكر فيها الميكانيزمات ديال الاستدراج والتلاعب متشابهة بشكل مخيف. فاش كنتي كتقدم صاحبك للجمهور، واش كنتي بصح كتقدم مقاول ناجح، ولا كنتي بلا ما تحس او بتحسيس كتفتح الباب لواحد النسخة سوفت ومغربية ديال هاد المآسي؟ صاحبك البروفيسور بغى من بلاد السامبا والقهوة يدير بالمغاربة اللي معروفين بالذكاء والعياقة نفس اللعبة اللي كيديروها العصابات المنظمة في الجهة الأخرى من العالم. والمشكل هو أنه كان قريب ينجح، لولا أن واحد الفئة من هاد المغاربة قالوا بركة، اللعبة تفرشات.